أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله باش نشارك معكم طريقتي في إعداد عصير الخوخ، طريقة سهلة وبسيطة والبنة مضمونة. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة ويلا نبداو. هوني عندي 500 جرام خوخ، بعد ما غسلتهم بالباهي ونظفتهم من الأتربة الكل اللي فيه، وباش نقطعوا قطع صغيرة بالطريقة هذه. كيما تراو هوني بعد ما قطعته حطيته في طنجرة نخليه يطيب 10 دقايق مش أكثر، وما لازمش الماء يكون أكثر من كمية الخوخ. وهذا الشكل متاعو بعد 10 دقايق. توا باش نرحيه، حطيته في الهشوار على مراحل على خاطر الهشوار متاعي صغيرة. في المرحلة هذه ضفت له السكر، إضافة السكر تكون حسب الذوق، أنا حطيت له 50 جرام. توا باش نرحيه ومن بعد نصفيه. مرحلة التصفية لازم منها. بعد ما كملت رحيته توا باش نصفيه. وهذه هي النتيجة بعد ما رحيته صفيته. ما شاء الله في البنة بنين على الاخر. يفضل انه تقدموه بارد، خاصة توا والحال صيف والدنيا سخونة. ان شاء الله بالشفاء على قلوبكم الناس الكل. نخليكم على خير ان شاء الله، نقولكم باي باي.